لو عاوز تعرف إيه هي باقي خطوات عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو ده. نميل لورا شوية عشان نرجع بالذاكرة ونفتكر الفيديو اللي فات. وبعد ما قللنا حجم المعدة لحجم كيس صغير أو أنبوبة طويلة، في تحويل المسار الكلاسيكي بنقسم الجزء الصايم بتاع الأمعاء الدقيقة لجزئين على بعد من متر ونص لمترين من اتصال الاثنى عشر بالجزء الصايم، وبعدين بنوصل الطرف السفلي بتاع الجزء اللي قسمناه بجيب المعدة اللي هو الكيس الصغير، وبنوصل الطرف العلوي بتاع الجزء اللي قسمناه بالجزء الصائم بتاع الأمعاء الدقيقة على بعد نص متر من اتصال الاثنى عشر بالجزء الصائم. وفي تحويل المسار المصغر بنوصل الجزء الصائم بتاع الأمعاء الدقيقة من غير ما نقسمه لجزئين بجيب المعدة اللي هو الأنبوبة الطويلة على بعد من متر ونص لمترين من اتصال الاثنى عشر بالجزء الصائم، والجزء الباقي والمعزول من المعدة يعتبر بلا وظيفة بعد العملية. وفي عملية تحويل المسار الكلاسيكي أو المصغر بنعزل حوالي 40% من حجم الأمعاء الدقيقة. وبعد كده بنعمل اختبار للتسريب، فبنحقن مادة زرقاء اسمها ميثيلين بلو في خرطوم البوجي بعد ما نقفل الجزء الصائب بتاع الأمعاء الدقيقة بآلة من آلات المنظار عشان نتأكد إن مفيش تسريب لا قدر الله. وبعد كده بنفضي البطن من الغاز ونطلع أدوات المنظار ونطمن إن مفيش نزيف مكان دخول المنظار، وبعدين بنحط درناه مكان العملية وبنسيبها من 24 ل 48 ساعة وبعدين نشيلها. وبعد كده بنقفل فتحات المنظار من عند الشيس بتاع البطن عشان ما يحصلش فتاء مكان دخول أدوات المنظار، وبنعمل غرز تجميلية وبدون ندبات بفضل الله. وبعد كده بنحقن بنج موضعي في تجويف البطن ومكان الجروح، وبنركب لك جهاز ضد الألم، جهاز البي سي اي. ولعلمك بسلمك اسطوانة بعد العملية عشان تتفرج على عمليتك بنفسك وتجيب صحابك وحبايبك يتفرجوا معاك. لو عاوز تعرف ايه هي مميزات عملية تحويل المسار، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.